تعال اقول لك يا مصطفى ايه؟ قول ورايا يا نصاب، قول ورايا يا لص، قول ورايا انت بتعمل عشان المشاهدات، قول ورايا ده بيضحك عليك وبيضحك عليك، قول ورايا ده الانسان ده ما حدش يتعامل معاه، قول ورايا على اليوتيوب وعلى التعليقات بتاع الفيسبوك والتعليقات بتاع اليوتيوب، ما تتعاملوش معاه، ده بيضحك عليكم، قول ورايا بيضحك عليكم، ده نصاب. شفتوني وانا بجازف، شفتوني وانا بتعب، شفتوني وانا بعاني يا ناس، شفتوني انا جايبها ازاي عشان يجي واحد قدام بيتي ومفكر ان انا راجل يوتيوبر بقى عندي عربيه وقاعد في مول. انا راجل قد حالي، بلبس شبشب بصباع وبربط البنطلون بسلك مسلح، بحب اشقى واتعب والناس تغير مني. انا مش هبيع لزبون ولا لزبونه لما اخد بوسه من هنا ومن هنا من رجاله فقط. اي راجل يجي يشتري مني يبوسني من هنا ويبوسني من هنا ويبوسني من دماغي من جبهتي، يقول لي انا بحبك وبعزك وبموت فيك. ليه؟ يقول لي انت راجل محترم، انت راجل بتاكل عيش من عرق، هو ده عرق الجبين. موت المؤمن من علامات حسن الخاتمه عرق الجبين. ادي ده الشقه والتعب، هو ده العرق ده اللي بنشقى وبنتعب بيه. ذكر هات لي ده ب 100 جنيه ما عند مصطفى عبد المنعم، والله ما هيديك بالسعر اللي انا واخده منه. ليه؟ انا حاوي، انا بعمل سحر، انا بعمل لهم عمل؟ لا، ما تجيش على شيلي، ما تجيش على جري، ما تجيش على اللي انا بعمله. يا اللي بتقولوا مصطفى بيعمل مشاهدات، عارض دي ب 300 جنيه، والله لو مسروقه ما هتتباع بالسعر ده. تاخد مني الشلته دي بكام؟ بالله عليك تاخد مني الشلته دي بكام؟ عارف ده خش كده اسال عليه. وصاحبتها نزيهه جدا اللي كانت عندها الستاره دي، واظن هي بتشاهد المحتوى بتاعي وعارفه انا واخد الستاره دي منها بكام. انا واخد الستاره دي منها ب 150 جنيه وهي سامعاني. تعرف تجيب لي السجاده دي ب 500 جنيه؟ تاخد مني السفره دي بكام؟ انت تعملها بكام؟ شايفين العرق؟ شايفين ده عرق اهو، عرق من الفيديوهات. الناس اللي بتقول مصطفى عبد المنعم بيعمل مشاهده، تشتريها بكام؟ من عند بتوع الخرده. تشتريها بكام؟ من عند بتاع الخشب. يفصلها لك بكام؟ من الراجل اللي بيفصل. بسحب من الطوله، شايفين الطول؟ فين الطول؟ ادي الطوله، شايفين الطول؟ تاخد دي مني بكام؟ والاخت اللي جات لي النهارده اللي جات لي حزب الله ونعم الوكيل فيها كاستين. ان شاء الله انا بكلم حضرتك وبكلم حضرتك لما حد يسالك او حد يسالك انت جايب الحاجات العروض الجميله دي منين؟ قول له من عند مصطفى عبد المنعم. مين مصطفى عبد المنعم؟ انا هعرفك مين مصطفى عبد المنعم بالنسبه للعروض اللي على مدار السنين والايام. اولا انا ماشي في طريق، تعب الطريق، ما تعبت انا اللي ما تعبتش، ولكن الطريق اللي تعب. اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، اي انسان ياخد مني اي سلعه سواء اتبسط بيها او ما خدش وزعل مني، انا ما يهمنيش زعله. كون اللي هو خد مني قطعه او ما خدش مني برضه ما يهمنيش زعله. انا يهمني اللي انا بعت بما يرضي الله ورسوله وعندي ذاتي مرضي وراضي عني. اولا ومبدئيا هتكلمكم في عروض جميله وحاجات تعجب حضراتكم. عندي المفرمه الجميله دي، خد لها سكرين واسال عليها في اي مكان. روح حمامات التلات، انا بكلمك انت او انت او حضرتك، روح بيها حمامات التلات، روح درب سعاده، روح. لا انا بقول لك على اسرار، روح مسترد واسال على الاسعار وهتلجأ لي. روح للتاجر اللي انا واخد منه وهقول لك على اسمه وعلى رقم تليفونه، والله ما يديك بالسعر اللي انا واخده منه. ليه؟ انا حاوي، انا بعمل سحر، انا بعمل لهم عمل؟ لا، بيديني الحاجه ويقول لي يا مصطفى انا معاك على الصفحه، ارجوك ما تضربش فيه. اقسم بالله والله عز وجل شاهد على كلامي، بيقول لي يا مصطفى انا هديك وارجوك ما تضربش فيا، لاني بيتابعني على الصفحه الخاصه بيا. وقريبا انا عامل تاتش مع الراجل او الشخص اللي بيبيع لي المنتجات، وحصل ما بيننا سوء تفاهم في الاسعار، لاني بيقول لي انت بتضربني في السوق عشان حابب ان انا اراضي حضراتكم. يا اللي بتغلطوا فيا، يا اللي بتزعلوني، يا اللي بتعلقوا لي تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل. المهم اللي ياخد مني حاجه ما يعمليش حوار، اللي ما ياخدش برضه ما يعمليش حوار. انا ببيع وهفضل ماشي في طريق وفي نجاحي. سامعين وفي نجاحي بفضل الله. ده التوفيق لله عز وجل، والله مغرور ولا كبرياء، لان بيحصل معاه مواقف كتير مش شرط ان انا اتكلم فيها. اولا عندي المفرمه دي تنفع لاي عروسه. لما اجي افتح ادي المفرمه من جوه، انا ما بدلسش على حد وما بقولش انا ماليش بيت ولا ماليش عنوان، لا انا ليا بيت وليا عنوان وليا اهل وليا كل اللي انتوا عايزين تقولوه بفضل الله. اولا عندي الكرتونه هنبص عليها. لما انا اجي اخرج معاه الماكينه، ادي الماكينه. شايف الماكينه عامله ازاي؟ تقيله في ايدي؟ تقيله في ايدي. الماكينه دي محترمه؟ ماكينه محترمه. بتلف يمين وشمال بتاعت لحمه بس يا مصطفى؟ لا، وبتاعت بسكويت. معاه اللوشاش يا مصطفى، هعرفك على كل حاجه. عندي الدراع اهو والكيس بتاعه اهو، بلف دي يمين وبلفه شمال لاني بدخل هنا السكاكين واللوشاش الخاصه بيها، وعندي الدراع الكوع الخاص بيها. عندي لو بصيت ادي زرار تشغيل بيشغل تحت ويشغل فوق، وعندي زرار تاني للسرعات، زرار اهو. وطبعا ادي الماكينه وادي شكلها. شايفين الماكينه عامله ازاي؟ حاجه حلويات وحاجه جميله. خد سكرين يا باشمهندس، خد واتفرج عليه. لما اجي اخرج معايا ايه؟ اول حاجه اخرج الدراع او الكوع الخاص بيها طبعا باللحمه المفرمه. عندي لو خرجت كده ونخرج ونتفرج واحده واحده عشان حابب اي اخت او اي عروسه تاخدها. ايه رايكم في الجمال؟ ايه رايكم في الشغل اللي انا بجيبه لاهلي والناس وبتعب وبعمل مغامرات عشان اوصل لكم الحاجات دي بالاسعار اللي انتوا قاعدين في بيوتكم مرتاحين وبتفاصلوني، بالاسعار اللي حضراتكم قاعدين في البيوت وبتضايقوني، بالاسعار اللي كل اخت وكل انسان بيقول لي يا استاذ مصطفى انت ليه ما بتبيعنيناش؟ والله انا ببيع لك. انا مش هاخد كل اللي ورايا ده في حضني. انا لو لفيت لحضرتك الهاتف انت نفسيتك هتتعب. عندي لما اجي كده اهو، طبعا ادي المفرمه، ادي المنظر بتاعها، ودي اللوشاش. طب هنشوف معاها ايه؟ معاها طبعا الحاجه الخاصه باعمال المحشي، انا هوريها لك ولكن بعد ما افرجك على الوش والطبق والقعده من فوق. عندي طبعا ليها كام وش؟ ليها حاج مصطفى ادي وش اهو، وش اهو، ومعاها وش تاني اهو. الوش ده معاه احتياطي اهو. شايفين بيبرق ازاي؟ ادي وش بيركب هنا قدام معايا مع السلاح. لو انا حبيت اخرج ده واركب ده حسب الاخرام وحسب المفرمه وحسب السكاكين وكل شيء. ادي الوش الاول، هطلع الوش الثاني. ادي الوش. ايه ده؟ ده معاها وش ضيق ووش واسع معاها. لما اجي ابص كده واتفرج على الطبق من فوق، شايفين منظر الطبق عامل ازاي؟ انا بجيب لك هديه. شايفين انتوا؟ شايفين اللمعه؟ انتوا مش شايفين اللمعه؟ شايفين الكاميرا بتعمل ازاي؟ بتزغلل ازاي؟ ادي الوش بتاعها. شايفين القعده بتاعتها بيقعد كده معايا؟ ادي الوش بتاعها. شايفين شكل المفرمه؟ ايه رايكم؟ معاها طبعا ادي الوشين زي ما قلت، ومعاها طبعا الحاجه الخاصه بعمايل المحشي. لما اجي امسك دي وافتح دي كده معايا، انا عايزك تتفرج كويس وخد سكرين وخد الفيديو ده، روح للتاجر اللي انا جايب منه وهديك رقمه وعنوانه، قول له ايه رايك مصطفى منزل الحاجات دي؟ يقول لك مصطفى الله يسامحه مش عارف بيعمل فيا كده ليه. عندي لما ابص كده ادي اللوشاش بتاعت المحشي. انا عايزك تلفي محشي وتتبسط، عايزك تعملي كل حاجه وتتبسطي، بس بالله عليكي انا عاوز اول اكله تدوقيني من طبق المحشي اللي هتعمليه او من الكفته اللي انت هتعمليها. دوقيني ليا نفسي. لو انت قريبه مني بعتي لي طبق، دي امانه عليك. لو خدتي مني مكنه اتصلي بيا قولي لي يا درش يا عسل يا سكره، انا والله انا دوقت من المحشي اللي انا عاملاه. ادي المكنه. طب يا حاج مصطفى احنا عايزين نشوف المكنه دي من جوه عامله ازاي. احاول ان انا عايز افرجكم على السلاح لان من جوه هنا الاسلحه. شايفين السكينه دي بتلف يمين وبتلف شمال. طب يا حاج مصطفى مش ممكن بعد اذنك تشغلها لنا وتفرجنا على السكينه من جوه بتلف يمين؟ يعني ايه بتلف يمين وبتلف شمال؟ يعني السكينه بتاعت المفرمه بدوس على زرار تلف يمين من جوه، السكينه اللي هي من جوه دي. لفيت الجنب الثاني بتلف يسار وبتعمل معايا اللوشاش بتاع البسكويت وكهرباء. هفرجك على شغلها بعد ما حطيت الكابله، هفرجك على شكلها. انت شايف السكينه من جوه؟ انا بس حابب ان انا افرجك السكينه. شغل كده يا حاج مصطفى وفرجنا عليها اهي كده شغال. هبطل انا كده، بطلت كده. الاتجاه الثاني ده الاتجاه اليمين، هوريك الاتجاه الشمال. ادي الشمال، ادي اليمين. شايف اليمين؟ ادي الشمال، ادي اليمين، ادي الشمال، ادي اليمين، ادي الشمال. انت ايه رايك؟ حاجه محترمه وحاجه جميله وحاجه حضرتك مش عارف هتعرف تجيبها بالسعر ده ولا لا. عامله كام يا حاج مصطفى؟ اقول لك ايه عامله كام. التاجر مدينا انا دي. شوف انا اقول لك على مكسبي اهو، اقول لك على مكسبي عشان انت ما تعمليش حوار وبتضايقني وبتزعلني وتيجي تفاصل معايا. التاجر اداني دي ب 1680 جنيه.
تتوقع ب 1680 جنيه؟ انت تجيبها بالسعر ده؟ لا. طب انت يا مصطفى عرضها بكام؟ انا هاخد منك 20 جنيه. الله يبارك لي، الله يبارك لي. هاخد منك كام؟ هاخد منك 1700 جنيه طبعا في الماكينه الكهرباء الجميله دي المحترمه دي، ومكسبي فيها 20 جنيه. 20 جنيه يا درش ما تجيش على مرمطتي، ما تجيش على شيلي، ما تجيش على جري، ما تجيش على اللي انا بعمله. يا اللي بتقولوا مصطفى بيعمل مشاهدات، يا اللي بتقولوا مصطفى انا المشاهدات ما تهمنيش، يهمني اكل عيشي، والله عز وجل يكون راضي عني وثقة الناس ثم بعد رضا الله عز وجل. فان شاء الله الماكينه دي عامله 1700 جنيه ومعاها ضمان سنه ومعاها كل شيء يخص الماكينه، زي ايه؟ زي المحتويات الداخليه ومعاها الكرتونه ومعاها الضمان، وهوريك الضمان. ادي الضمان اهو يا باشمهندس، هتفتح كده من جوه يا ريس، ضمانك اهو. ادي الضمان بتاعك، شوف الفروع بتاعتها، ادي شهاده الضمان. انا ما بدلسش على حد، ما بضحكش على حد. ب 1700 جنيه يا بلاش. تاخدي مني الستاره دي بكام؟ خدي نايبك صبر وهوريكم كل حاجه. عندي الستاره دي ليها برقع، شايفين منظر البرقع؟ ادي منظر البرقع كده زي ما حضراتكم شايفين، ادي البرقع وادي الطول بتاع الستاره. عندي الستاره دي طبعا المفروض ان انا كنت حطيتها على اي ماسوره وفرجتها لحضراتكم. ادي البرقع زي ما انتم ما شايفين كده، وادي الستاره بسم الله ما شاء الله. اولا اقول ادي متر، هنقول ادي المتر الثاني دي تخش لها في حوالي 2 متر على ما اظن، زي مزاره كده. وادي منظر الستاره، شايفين الستاره عامله ازاي؟ ستاره في منتهى الجمال والطول بتاعها 3 متر. عندي الستاره دي ايه نظامها وسعرها ايه؟ هقول لحضرتك الستاره دي عامله 150 جنيه. 150 جنيه 150 جنيه. ما اظنش حد ترزي او اي حد بيفصل ستاير يعمل لك الستاره بالمنظر ده. ده الظهر طبعا، الظهر بتاعنا جايب الاستك معايا اهو، وجايب الكشكشه بتاعتها معايا اهي. المفروض ان انا كنت عرضتها لحضراتكم ولكن انا بفردها على ايدي عشان اوصل لكم المنظر بالستاره. الستاره دي ما فيهاش لسع، ما فيهاش اي قطع. الستاره دي ستاره فابريكا وستاره في منتهى الجمال، وصاحبتها نزيهه جدا اللي كانت عندها الستاره دي، واظن هي بتشاهد المحتوى بتاعي وعارفه انا واخد الستاره دي منها بكام. انا واخد الستاره دي منها ب 150 جنيه وهي سامعاني ب 150 جنيه، وهبيعها بال 150 جنيه. الستاره دي اللي ببلاش، اللي انت ما تعرفش تعملها ب 500 جنيه النهارده ولا ب 400 جنيه. طب عندي الستاره الثانيه دي عامله كام؟ عامله 100 جنيه. ايه؟ بقول لك 100 جنيه. انت واخدها من صاحبتها بكام؟ واخدها ب 100 جنيه. انت مش هتكسب؟ لا مش هكسب. عندي ادي الستاره اهي، الستاره اهي. شوف انت تعملها بكام او انت تعمليها بكام يا اساتذه، يا اللي بتقولوا مصطفى بيعمل مشاهدات. لا انا ما بعملش مشاهدات. عندي ادي الستاره اهي، وتقولوا لي مصطفى نصاب، مصطفى عبد المنعم مش عارفين نشتري منه حاجه. الله اكبر الله اعظم. كون انك مش عارفه تشتري مني حاجه انت او هو مش ذنبي. انا عارض ستاره، هيكلمني 1000 هياخدها واحد في ال1000، مش هقسمها انا على ال1000. انا ما بنفعلش بس عشان في مواقف بتزعلني. عندي ادي الستاره اهو. وبعد ما اذنكم الانسان اللي دماغه تصدع من كلامي يخرج في بيبان مفتحه للمحتوى، يخرج ما يشاهدش وما يعلقش التعليق يحرق دمي. عندي ادي الستاره اهو. انت لو هتصدع انا بخلص الفيديو مخنوق ما بحبش اعمل فيديوهات. فعندي ادي الفيديو اهو. طب انا اسف، ادي الستاره اهي ب 100 جنيه. انت تجيبها بكام؟ يا اللي لسانك طول كده اهو تجيبها لي بكام؟ ادي الستاره اهي. روح كده في اي حته في درب سعاده وقول لهم على المكنه اللي انا عرضتها لك دي هيتصوك على القهوه واقول لك ما تجيش هنا تاني. عندي اهي ادي الستاره اهي. روح لترزي كده قول له اعمل لي دي ب 100 جنيه، قول له اعمل لي دي ب 100 جنيه. ادي بقى انا ما بنفعلش وما بزعلش نفسي، بس انتوا ما تضايقونيش. انا ماشي معاكم بفتح لكم بيبان الرزق، كلوا رزق من ورايا، خدوا من ورايا وانتوا حامدين الله وشاكرينه. ادي الستاره اهي، الستاره اهي عامله 100 جنيه. يبقى تقال انت ب 100 جنيه يا محترم. ادي الستاره اهي. انت لو رحت جبت حته خلقه مش هتجيبها ب 100 جنيه. طب بتروح تجيب الفوطه بتاعت عربيتك اللي بتعمل بيها الزيت بتجيبها ب 30 جنيه. فانا مش هديك فوطه، انا هديك ستاره محترمه. الستاره اهي ب 100 جنيه. تجيب لي الكاتل ده، كاتل الرتل و8 مش ال1.5، الرتل وال8. تجيب لي انت ده من جميع الشركات اللي في مصر. من جميع الايه؟ انا بقول لك من جميع الشركات اللي في مصر. ايه؟ بقول لك من جميع الشركات اللي في الصين. تجيب لي ده وربنا اللي جاب لي ده بالسعر ده
يا تجار يا اللي معايا على الصفحه، تجيبوا لي ده رتل و8 مش ونص، يعني 2 رتل الا 200 جرام، رتل و8، تجيب لي الكاتل ده ب 100 جنيه، تجيب لي ده دكر هات لي ده ب 100 جنيه من عند مصطفى عبد المنعم. شايفين الكاتل عامل ازاي؟ حد يقول لي انا عايز، انا مش هبيع لكم كاتلات، مش هبيع لكم حاجه بالاسعار اللي انا بتكلم فيها دي الا الناس المحترمه، لكن اللي مش محترم ما يستاهلش ما يخش على القناه. وانا عندي كاتلات من دي كميات، ولكن مش هبيع لكم منها ولا هنزلها على الصفحه وهبيعها للناس معينه. تعرف تجيب لي السجاده دي ب 500 جنيه؟ السجاده دي انا بنهج وانا ماسكها في ايدي، بنهج وانا شايلها، بنهج وانا هفردها لحضرتك. دي عامله 500 جنيه، محدش يعرف يجيبها بالسعر ده، وتقيله في ايدي وخامه وماتيريال. انا ما بقولش حافظه سجاد، انا بقول سجاده. شايفين السجاده عامله ازاي؟ السجاده دي اللي هتاخدها مني يا بختها ويا هناها. انا مش عارف افرد السجاده لانها كبيره، وطبعا ملهاش ماركه. شايفين ملهاش ماركه في ايدي؟ شايفين السجاده بسم الله ما شاء الله؟ انا هفردها لكم. السجاده دي 2 في 3، وادي الشكل بتاعها وادي المنظر بتاعها. تقيله طبعا، المفروض ان انا احطها على الارض واعدي عليها بكاميرا الهاتف. ادي منظر السجاده زي ما انتم شايفين. شايفين السجاده عامله ازاي؟ ادي السجاده دي سعرها ايه يا حاج مصطفى؟ زي ما انا ما بقول لك، سجاده تقيله مش قادر ان انا ارفع السجاده معايا، انا بلفها عشان اوريها لكم. ادي السجاده بكام يا عم مصطفى؟ والله العظيم ب 500 جنيه. ادي السجاده شايفينها؟ شايفين السجاده عامله ازاي؟ ادي منظرها، تقيله في ايدي مش قادر اشيلها، تقيله بسم الله ما شاء الله. ادي منظرها. انت تجيبها بكام دي؟ تجيبها بكام؟ شعر. السجاده دي شعر، شايفين الشعر؟ سجاده شعر، يعني تدوس عليها من هنا السنه الجايه ما تقدريش تدوبيها. لو حطيتيها تحت عربيات او اتوبيسات او قطوره او المترو او حطيتيها تحت باخره ما تتقطعش. سجاده 500 جنيه. السعر ده بكام؟ 500 جنيه. لو محطوطه في اي مكان ما تجيبهاش بالسعر ده. شايفين السجاده عامله ازاي؟ ادي السجاده شعر، ملي عينك، ملي عينك وملي عينك. دي حته واحده، ما اجيش ابيعها تقولوا لي ده مصطفى نصاب. الظهر بتاعها عامل ازاي؟ شايفين ظهرها؟ ادي ظهرها. شايفين الظهر؟ شايفين الخامه؟ شايفين عندي السيرفر بتاعه عامل ازاي؟ والسيلف بتاعه عامل ازاي؟ عندي بسم الله ما شاء الله. بص شايف شغلها؟ ادي شغلها، ادي شغل السجاده. عشان ما تقولش ده مصطفى بيضحك علينا، ده مصطفى بيشتغلنا. السجاده دي داخله في سنه عندي، مش جاي لي نفسي اعرضها، عامله 500 جنيه. شايفين العرق؟ شايفين ده عرق، عرق اهو، عرق من الفيديوهات. الناس اللي بتقول مصطفى عبد المنعم بيعمل مشاهده، ده عرق، عرق بتعب وبشقى عشان اوصل لكم المحتوى، وفي الاخر بتهزق. الناس تقول لي اصل انت نصاب، اصل انت مش محترم، اصل انت بتصدعنا، اصل انت. حسبي الله ونعم الوكيل. يلي يا تجار يا اللي عايزين تشتروا جايين تشتروا، وانا ما مش عارف اقول ايه، بس حسبي الله ونعم الوكيل. يعني مش عايزين تدوا حاجه لليتامى. دي مرتبه، المرتبه دي على ما اظن 1.20 متر، ولكن هي عريضه وكبيره. مرتبه سوست، ما فيهاش سوسته بايظه. المرتبه دي شايفين عامله ازاي؟ المرتبه دي عشان حضرتك تجيبها النهارده اسعار المراتب، ورب الكعبه اسعار المراتب بيعمل 4000 جنيه، ورب الكعبه اسعار المراتب بيعمل 5000 جنيه، ورب الكعبه اسعار المراتب غاليه. انا عارضها ب 300 جنيه، عارض دي ب 300 جنيه. والله لو مسروقه ما هتتباع بالسعر ده. شطارتي بتنفعك وانت قاعد حاطط رجل على رجل، وبتنفعك وانت قاعد حاطه رجل على رجل. مش واحده تجيلي مهزقه تقول لي اصل انت لاخد الحاجه على بعض. لا اصل انا جايلك من مشوار ومش عايزه تدي لليتامى. حسبي الله ونعم الوكيل. ادي المرتبه ب 300 جنيه، مش هديها لل1000 اللي بيتفرجوا عليا. انا في فيديوهات بتعدي ال 50,000 و 60,000 مشاهده، هياخدها مني نفر، مش هياخدها الباقي، مش هياخدها الباقي. تليفوني هو ما بيبطلش اللي انتوا زعلانين قافلينه. انا قد ايه بعد الفجر تليفوني بيرن جوه، يا اللي زعلانين انا بقفل التليفون. حياتي الشخصيه انتوا مدمرينها. شكلي انا مش هعمل فيديوهات تاني. ادي الملايه اهي، ادي المرتبه اهي. المرتبه دي ب 300 جنيه، ب 300 جنيه. بقى عندي سنه ومش حابب اللي انا اعرضها، وبتسال عليها ومش عايز اديها لحد. تاخد مني الشلته دي بكام؟ بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك، تاخد مني الشلته دي بكام؟ تاخدها بكام دي؟ ادي وشها وادي ظهرها. تقدري تشيليها؟
ما تقدريش تشيليها ليه؟ كبيرة، عريضة، تقيلة، محترمة، تاخديها ب 150. ايه؟ فصليها كده عند اي منجد، شوف هيقول لك كام. بالله عليكي ما تنفعلوا عليا، بالله عليكم ما تضايقوني، ده انا بعمل لكم اللي محدش بيعمله. عندي ادي اهي، خد بقى عندك من جوه دمور، خد نايبك صبر وخدي نايبك صبر، من جوه مش دمور. هوريكي مش الحلويات، هوريكي الحاجه المفروض انا كمحتوى المفروض يبقى معايا 50 مليون مشاهده بسبب اللي انا بعرضه ده. يعني انتوا بتقولوا مشاهدات مشاهدات، انا لو جالي فلوس بقول لكم جالي قد كده. انا هعمل ايه على ابو الفلوس؟ ادي الشكل بتاع الشلت. انا عندي تروسيكلين، لو خدت تروسيكل منهم وقعدت بالحاجات دي في اي سوق، احط رجل على رجل، او في اي معرض او في اي محل احط رجل على رجل وهبيع باضعاف، هبيع باضعاف. من جوه تنجيد تاني، من جوه شكل تاني غير الدمور. انا عايزك تتبسط، عايزك تتبسطي. انت معاكي رقين، معاكي وشين، شايفه عامله ازاي؟ دي ب 150. ما تجيش على الشريط بتاعها، ما تجيش على السوسته، ما تجيش على القماش الداخلي ولا الخارجي ولا الدمور ولا القطن. قولي ورايا، قولي ورايا، ولا القطن. قولي ورايا، قولي ورايا، وما تضحكيش على كلامي. ولا القطن. عندي اهو، اهو الدمور الداخلي، مفيش دمور، الدمور داخل الفرش الاولاني. انا بشيل لكم الكيس وعايز الدنيا تبقى ماشيه معايا. ادي الكيس، ادي الكيس اللي انت لو حابه تغسليه تغسليه، الكيس من جوه وجمال الكيس ونظافه الكيس وحلاوه الكيس. هوريكي طبعا الشلته معايا، وادي الشكل التاني للشلته متقفله تقفيل ذاتي. شايفين عامله ازاي؟ الكل كده، الكل كده. خدت مني ب 150 وربنا انت ضحكت عليا. شايف العرق؟ شايف العرق؟ ادي تقديم المحتوى. شايف العرق؟ انا بتعب وبشقى، بخش عندي اوضه النوم بعد ما بخلص المحتوى بعيط، بقول انا مش عايز اعمل فيديوهات. عندي اهو، ادي حجمها قد ايه دي؟ عندك شبر 2 3 60 سنتي، شبر 2 3 60 في 70 سنتي. خدها مني وانت مغمض ب 150. انت ضحكت عليا والله العظيم، انت ضحك عليا. عندي ادي الشلته الثانيه اهي، نفس النظام ونفس المنظر اهي اهي. عندي ادي الشلته الثالثه، بقالهم عندي سنه. حابب اعرضهم؟ والله ما حابب اعرضهم. عندي ادي الرابعه اهي اهي اهي، ادي المنظر وادي الشكل. وادي الخمسه ب 150. ب 150 انت بتفصلهم بكام؟ تعملهم بكام عند المنجد؟ انا عايزكم تقولوا لي يا مصطفى احنا بنحبك، يا مصطفى انت راجل محترم، يا مصطفى انت راجل كريم، يا مصطفى ربنا يجعل لنا رزق معاك، يا مصطفى احنا متاسفين لك، يا مصطفى ما تزعلش مننا، يا مصطفى احنا بنجننك. فعندي ده اللي موجود، وعندي حاجات اكتر. تاخد مني السفره دي بكام؟ انت تعملها بكام؟ او اي صنايعي يفصلها لك بكام؟ خشب زان، خشب زان، خشب محترم. ديت القرص. معايا الترابيزه هوريها لكم، معايا 6 كراسي ليها. قول لي دي انت تجيبها بكام؟ تشتريها بكام؟ من عند بتوع الخرده. تشتريها بكام؟ من عند بتاع الخشب. يفصلها لك بكام؟ من الراجل اللي بيفصل. تروح لبتاع الخشب تجمعها بكام؟ ومن مصطفى عبد المنعم هتاخدها بكام؟ تاخدها ب 1000 جنيه. السفرة دي انا ادالك ب 1000 جنيه. السفرة دي خدها ارزق فيها. السفرة دي قول لي انا ضحكت عليك فيها يا مصطفى يا نصاب. تعال اقول لك، تعال اقول لك، تعال اقول لك، او تعال اقول لك، تعال اقول لك يا مصطفى يا ايه؟ قول ورايا يا نصاب، قول ورايا يا لص، قول ورايا انت بتعمل عشان المشاهدات، قول ورايا ده بيضحك عليك وبيضحك عليك، قول ورايا ده الانسان ده ما حدش يتعامل معاه، قول ورايا على اليوتيوب وعلى التعليقات بتاع الفيسبوك والتعليقات بتاع اليوتيوب، ما تتعاملوش معاه، ده بيضحك عليكم. قول ورايا، قول ورايا بيضحك عليكم، ده نصاب. ب 1000 جنيه دي، ب 1000 جنيه. انت ما تعرفش تعمل دي زان ب 1000 جنيه. هتدرى وراها وهفرجكم عليها. ادي المنظر بتاعها. شايفين يا ناس محترمه؟ شايفين يا رجاله؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين القلاجه؟ شايفين عامله ازاي؟ بص عليها وملي عينك، ملي عينك. خدها سكرين وروح للراجل بتاع الخشب
قول له اعمل لي واحده زي دي. خد الظهر، خد الظهر، مش هحرمك من الظهر. ادي الظهر بتاعها، دول قرص، دي بيتقال عليه قرص. قول ورايا قرص. ادي القرص اهو، حاجه عموله. هوريك الترابيزه بتاعتها. بقول لك ايه، ادي القعده معايا بتاع الترابيزه. بص منظرها عامل ازاي. ده زان، الشغل ده شغل ارابيسك، شغل زان، شغل ديكور، شغل انتيكات. معاه القرصه بتاعتها ورا. وادي القعده بتاع الترابيزه، زان اصلي وزان خام. انت تعملها بكام او حضرتك تجيبيها بكام؟ شايفين الشغل عامل ازاي؟ انا بقرب اهو. عايز حضراتكم تبصوا على القعده وتبصوا وتقولوا التقيله دي، الحاجه الخامه الزين دي المحترمه دي، الترابيزه دي ب 1000 جنيه. ممكن ترفع تاني، احنا ما شفناهاش كويس. حاضر هرفعها لك تاني. شايف عامله ازاي؟ شايف الترابيزه؟ عايزك تملي عينك من الترابيزه وجمال الترابيزه. ادي المنظر بتاعها، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ادي القعده بتاعتها، شايفين القعده عامله ازاي؟ قعده محترمه، حاجه شغلها في منتهى الجمال. عايزك تقول لي ايه بقى؟ تقول لي يا مصطفى الله يسهل لك، مش يا مصطفى الله يخرب بيتك، مش يا مصطفى منك لله، مش يا مصطفى انت مزعلنا، مش يا مصطفى كل ما نتصل بيك تقول اتباعت اتباعت. خلي بالكم انتوا لو تعرفوا انا جايب دي ازاي ومحملها ازاي وموصلها ازاي عشان اخد فيها 100 جنيه او اخد فيها 50 جنيه. انا بعاني، انا بجازف، انا بشوف مواويل واللي محدش شافه، ومش سالم من كلام الناس ومن عين الناس، سواء في اي مكان او معاها على اليوتيوب او معاها على الفيسبوك. ادي القرصه بتاعتها، القرصه بتاعتها. طبعا انا باجي هنا بسطب معاك قاعده اهي واوريكم الكراسي. انا هطلع عليها عشان اوصل لكم الهاتف ليها عشان تشوفوا هي عامله ازاي وتقولوا الله يبارك لك الله يبارك لك. عندي لو بصيت كده ادي القرصه بتاعتها. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حطيت القرصه اهي، ادي القرصه بتاعتها. شايفينها عامله ازاي؟ حاجه محترمه. وهفرجكم على الكراسي عامله ازاي. عايزك تخليك معايا عشان تشوفوا الكرسي وجمال الكرسي. وست كراسي. ادي الكرسي، ايه رايكم في الكرسي؟ وادي الظهر بتاع الكرسي، ايه رايكم في الكرسي؟ وادي الكرسي من تحت، وادي الرجول بتاعته، وادي المسند بتاعه. ده الكرسي الاول. ده ايه؟ بقول لك الكرسي الاول، وهوريك الست كراسي معايا اللي ورا تتفرج عليهم. وادي الكرسي الثاني عشان تقول لي يا مصطفى الله يبارك لك انت فعلا بتعاني واحنا متاسفين وما تزعلش مننا. وسيب الحاقدين اللي عندهم غل من ناحيتك ياكلوا في نفسيهم. ليه ياكلوا في نفسيهم؟ لاني انا بعاني والله من الناس اللي بيجي تشتري مني على اليوتيوب، بيزعلوني بيقولوا لي احنا جايين لك من اماكن بعيد، اتصلوا بيا قبل ما تيجوا، ما تجوش كده، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتاكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فحتى ايه تبقوا عارفين اللي انتوا جايين في مكان ناس محترمه. ادي الكرسي التاني، ادي الكرسي اهو. شايفين التنجيد؟ شايفين السوست؟ شايفين الكرسي عامل ازاي؟ كده الكرسي وقف بكام؟ انا بحسبها لكم كلها ب 1000 جنيه. انا لو رحت لتاجر واشتريت دماغي وقلت له انا جايب لك سفره ب 1000 جنيه هيقول هاتوا شاي لمصطفى العسل السكره، مش هيمشينا لما يقول لي يا مصطفى يا درش عسل يا سكره. شايفين الكرسي عامل ازاي؟ ليه؟ هيرزق من ورايا في كباسين نحاس. ده واخد شريط كباسين نحاس اهي اهي، مش عارف اوصلها لكم ولا لا. عندي ادي الكراسي. تاجر بقى ياخدها يقول لكم بكام؟ يديكوا على قفاكم، انا اسف، يقول لكم دي ب 2500 جنيه ب 3000 جنيه وتبقوا مبسوطين، غير النقل وغير العربيه اللي هتوديها لكم. ده انا معايا تروسيكل بوديها عليه، ده انا بحملها. انتوا عارفين انا جايبها ازاي ومحملها على ايه؟ والله العظيم انا بجازف. شايفين الظهر عامل ازاي؟ شايفين الوش بتاع الكرسي؟ والله العظيم هقول لكم انا جايبها ازاي وهصعب عليكم، بس انا ما بحبش اصعب على حد، بحب اشقى واتعب والناس تغير مني. بص اوريك انا محملها ازاي. بص كده، بصوا يا ناس بفضل الله محمد السفرة كاملة بفضل الله على المكتب. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه رأيكم؟ شفتوني وانا بجازف؟ شفتوني وانا بتعب؟ شفتوني وانا بعاني يا ناس؟ شفتوني انا جايبها ازاي؟ عشان يجي واحد قدام بيتي ومفكر ان انا راجل يوتيوبر بقى عندي عربية وقاعد في مول. انا راجل على قد حالي، بلبس شبشب بصباع وبربط البنطلون بسلك مسلح. انا راجل على قد حالي وبشقى على قد حالي، وراجل بتمنى من الله اللي يوسع عليا. بكره ان شاء الله هنجح، بكره ان شاء الله هوصل، بكره بقى احسن من ناس كتير وباكل بعرق جبيني. هوريكم العرق، هوريكم العرق. طبعا انا لما باجي اقدم المحتوى
زي ما حضراتكم شايفين الجبهه بقت عامله ازاي؟ عرق. شايفين بتعب ازاي؟ والله العظيم ما انا بشقى. هقول لك على حاجه، شايف الراديو ده؟ الراديو ده انت تجيبه بكام؟ ادي الراديو اهو. عارف ده خش كده اسال عليه، شوف انت تجيبه بكام. ادي علبته اهو، اهي تجيبه بكام ده؟ ولك في البطاريه، ادي البطاريه اهي بالباكت بتاعها. تجيبه بكام الراديو ده؟ اسال عليه. تعالى قول لي يا مصطفى، انا مش هبيع لزبون ولا لزبونه لما اخد بوسه من هنا ومن هنا من رجاله فقط. اي راجل يجي يشتري مني يبوسني من هنا ويبوسني من هنا ويبوسني من دماغي من جبهتي، يقول لي انا بحبك وبعزك وبموت فيك. ليه؟ يقول لي انت راجل محترم، انت راجل بتاكل عيش من عرق، هو ده عرق الجبين. موت المؤمن من علامات حسن الخاتمه عرق الجبين. ادي ده الشقه والتعب، هو ده العرق ده اللي بنشقى وبنتعب بيه. في حاجات كتير انا ممكن اقدمها لك واتكلم عليها، ولكن الفيديو هيطول معايا. هوريك دي، خد دي لان عيني جابتها بالصدفه، هوريها لك. شايف دي؟ عارف دي حته موكيت، بس حته نظيفه وحته كبيره ومساحتها كبيره. تجيبها بكام الموكيت الجميله دي؟ شايف الحته عامله ازاي؟ حته في منتهى الجمال. تخشها في كام متر دي يا مصطفى؟ والله العظيم انا مفردها على الارض، هي مطبقه يجي 50 تطبيقه. شايف عامله ازاي الموكيت عامل ازاي؟ ده موكيت، ده نظيفه جديده اهي. هوريك الوش الثاني. ادي الوش الثاني، جديده ولا قديمه؟ لا جديده اهي. بص بقى لما تاخد كده والعرض بتاعها كبير. فين عرضها؟ لا عرضها كبير، عرضها معايا كبير اهي الموكيت. شايف الموكيت؟ لما نشوف الطول بتاعها، لا طولها كبير. شايف الطول؟ انا بجيب من الطول اهو، بسحب من الطول اهو، بسحب من الطول اهو. شايفين الطول؟ فين الطول؟ ادي الطول اهو، شايفين الطول؟ تاخد دي مني بكام؟ تاخدها بكام؟ شايف الحته قد ايه؟ الحته دي طويله قوي وكبيره قوي وملهاش اول من اخر، يعني تفرش حوالي على ما اظن 4 في 2 او 5 متر في 2. انا ما قستهاش، او 6 متر في 2. ما تاخدش كلامي مبدئيا، انا بتفرع في الكلام لان انا مش شايف بالظبط هي قد ايه، بس هي كبيره. عامله كام؟ تعالى انا مش هقول لك تعالي، انا عايز الرجاله. والاخت اللي جات لي النهارده، اللي جات لي حزب الله ونعم الوكيل فيها، اديني ودانك 100 جنيه. ايه بقول لك 100 جنيه الحته دي، اقسم بالله ب 100 جنيه. طبعا انا هوريك بقى حاجه، انا عندي كوم بقاله سنتين والقطعه ب5 جنيه اللي بتتباع ب30 وب50 بره. هوريها لك. شايف دي؟ تعرف دي ايه؟ هقول لك انا دي ايه. دول بقى لهم عندي سنتين، عندي كميه قد ايه؟ عاوز تقول 200 تقول 300 قول. مش عايز تعرضها ليه يا مصطفى؟ اقسم بالله القطعه دي تحت رجليا. يعني ايه تحت رجليا؟ يعني محطوطه عندي في الزاويه اللي على اليمين، وانا مش راضي ان انا اوطي عليها ولا اجيبها وسايبهم. دول عباره عن، شايف التراب عامل ازاي؟ انا مسحت شهر، انا جايب لك وبمسح اهو قدامك اهو عشان ما تقولش مصطفى بيشتغلنا اهو. عندي منها كميه. عارف دي بتتباع بكام؟ دي بتاع الاستات. بتتجمع ازاي؟ بحط دي كده اهي كده شديت، احط التالتة اهي كده شديت، اركب عندي دي بتاعت استاد القاهره في اي مطوشه، وبتتباع في ايام العيد وفي المواسم. جه عليا عيد، جه عليا رمضان، جه العيد الصغير، جه العيد الكبير، جت مواسم كتير. ايه سبب عرضي ليها وعدم عرضي ليها؟ انا بستحرم. يعني ايه بتستحرم؟ ما بحبش حد يبقى ماشي في الشارع دي ب5 جنيه. يعني الواحده ممكن تاخدها مني تاكل فيها عيش لو بعتها ب7 جنيه وب10 جنيه وب15 جنيه وب20 جنيه، هتاكل فيها ملبن. ايه سبب عدم عرضك ليها يا مصطفى؟ ودخلت في سنتين عندي لاني مش حابب حد يجي جنب واحده ويعمل لها كده اديني ودانك يعمل لها كده. اخواتي اللي تحتيها اتخضوا. دي المفروض اللي انا باعها ب5 جنيه، عندي منها حوالي 200 300 حته، ولكن للاسف انا مستحرم. يعني محدش يعرف شخصيتي. اظن انا كده وضحت. مش هعرض تاني، مش هعرض. عندي قدام عينيا، مش هعرض تاني. عندي في جنب اليمين، مش هعرض تاني. عندي في جنب اليسار، مش هوريك حاجه. انا بقول في جنب اليسار. بص كده دول كيستين مش هعرض تاني. اظن كده وضحت وخلص. اوريك حاجه تاني، هوريك. انا لو حطيت دي في اي مكان اطلع اكل عيش. شايف دي
عارف دي انا عندي كام قطعه منها؟ 8 قطع. عارف دي معاك الجهاز بتاعك كبير، جهاز يتخطى ال 5000 جنيه، وخده سكرين. لا ما تاخدش سكرين، انزل شارع العطار هتلاقي السوق بتاع اللحوم، خش كده جوه تلاقي الناس بيبيعوا دول جمله. قول له السماعه دي الموتورانزي دي قول له دي بكام؟ وعندي الجهاز بتاعك كبير هبعتهولك. قول له بكام؟ اقول لك الجهاز بتاعك ده عامل 7000 جنيه والسماعه دي هتخطى ال 400 جنيه، يعني يخش في حوالي 10 12000. لما انا اقول لك 2000 جنيه ايه رايك؟ المهم اجيب لك حاجه تاني قدامي كتير، مش هجيب لك في حوض قدامي اوريهولك، هجيبهولك بحاجته. بص كده، بص الحوض ده عامل ازاي؟ الحوض ده عامل ازاي؟ شلته لك بحاجته اهو. اجيب لك ركبته في الخلاط اهو، مش هقول لك بكام. انا عايز اوصل لك انك تخليكي محترمه معايا. اظن انا كده وصلت الرساله، وانا اسف جدا لطبعي الشخصي اللي انا توصلت فيه مع حضراتكم. اظن انا كده خلصت كل المعلومات اللي عندي، واللي عايز اي حاجه تواصل معايا عن طريق الهاتف. بالنسبه لرقم الهاتف 03133 76 71 8 مش هعرض. بالنسبه لعنوان صفه اللبن محافظه الجيزه امام مدرسه طه حسين او احمد شوقي الابتدائيه. واظن انا ما قلتش يا ناس اهو، ما قلتش يا درش عسل يا سكره عشان الاشمئزاز بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.